صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا معايا ضيفه بس هي مشغوله بالتصوير. احنا رايحين، هو عنوان فيديو النهارده لما تبقى انت مصري وتاخد امك المصريه متحف مصري في قلب استراليا. هو ده عنوان الفيديو. احنا رايحين حاجه اسمها اللي هو الان جي في، ده ناشونال جاليري اوف فيكتوريا، ده زي اكبر متحف هنا موجود، متحف في الولايه. والمتحف دوت الفتره دي عامل من اكتوبر، من يونيو تقريبا او من اغسطس لحد اكتوبر، عامل حاجه اسمها زي معرض كده اسمه الفيرو، يعني الفرعون. جايب شويه اثار وشويه حاجات كده مصريه حاططها جوه في المتحف ده. فبما ان احنا مصريين وعايشين هنا وبقالنا فتره الصراحه ما خرجناش يعني، والجو ما كانش مساعد، فما صدقت لقيت المكان ده فاتح يعني دلوقتي. حجزنا كده تذكرتين وداخلين النهارده. هي مش معايا اصلا، هي بتسجل عادي. اهلا وسهلا. بس فاحنا هنخش جوه كده نلف لفه. المعرض المفروض كبير، ممكن ياخد له مثلا ساعه او اتنين تمشيه جوه، بس عدد الناس رهيب. الواضح ان الناس كتير جايه هنا عشان تشوف الموضوع ده. فخلينا كده ناخدكم جوه النهارده معانا في فيديو خفيف نوريكم الاثار المصريه اللي موجوده في كل حته في العالم. ايه بقى هنا موجود في استراليا. تعمل ايه عندك؟ ده مكان للتفتيش. هو المتحف كبير قوي وفي زي سكاشن كده، يعني جزء مثلا شرقي جزء غربي من المتحف، والحته بتاعت الفيرو او المعرض بتاع الفرعون ده موجود في جزء معين. مثلا الجزء الشرقي من المتحف كله دلوقتي هو ده الجزء بتاع الفرعون. حد نحت مناخيره مش موجوده، لا ما هم جايبينه زي ما هو في مصر. سارقينه، هم سارقينه. سرقوا اصلا وجابوها. هم اللي سرقوا صح، مش احنا اللي بعناها يعني. صح، اتسرقت سواء من عندنا من عندهم. ايوه، ما هو سرقت دي يعني في حد من عندنا باعها لهم صح؟ مش هم اللي جم وسرقوها. مش مشكله مين اللي بعتها، مين هو اللي هي مسروقه من عندنا. اهم حاجه ربنا يولي من يصلح. اهم حاجه دي حاجتنا. كينج امن حماد امن حضر. لا امن احمد الثالث. هو ليه كل التفاصيل مناخيرها مكسوره؟ المناخير بس يعني اللي بتتكسر. دي حاجات مصر اللي بيتفرجوا دول لازم يعرفوا ان دي حاجه مصر. ايوه، طب ما هو قايل لهم فرعون، ما هم عارفين ان ده فرعون. امي فخوره قوي بالحضاره المصريه. ده في زمان يعني. فيلة، اسوان، ادفو، الاقصر، اسكندريه. ايوه ماشي، ما هي خريطه مصر بس دي زمان. القاهره، الجيزه، ابو ايه، ابو سير، ايه ابو سير ده؟ سقاره، منفس، الكسندريا، الفيوم. ان شاء الله الفرات وفيلة. فخورة انت او باثارك المصريه صح؟ بتوصل لاستراليا من مصر عشان يعرفوا قيمتها. مين اللي يعرف قيمتها؟ كل الناس دي كلها من بلاد مختلفه. من حطب الثاني، ايجيبت، طيبة، دير البحري، متحف. ده مكتوب منين؟ يعني مكتوب هي جت منين؟ خدناها من مصر، من طيبة، من الدير البحري، متحف من حطب يعني معروف اتسرقت منين؟ مسروقه. يعني هم ما شاء الله كاتبين هنا احنا سرقناها منين او احنا خدناها منين. العرضات اللي موجوده هنا مكتوب المكان اللي هي جت منه فين. حاجتنا في كل حته حرفيا. هو ليه كل التماثيل مكسوره من مناخيرها؟ لا اكيد. اشمعنى المناخير؟ عشان هي الوحيده اللي كل التماثيل لحد دلوقتي اللي شفناها مكسوره من ناحيه المناخير بس، ما اعرفش ليه. عشان رفيعه وطالعه بره، فهي دي اللي بتتعرض للكسر. حتمس الثالث. الدماغ قد كده والخوذه قد كده. متحف زحمه جدا جدا. فخور ان الناس دي كلها جايه تتفرج على حاجات من اللي سرقوها. ماشي، هو فخور ان الناس على الاقل بتعرف حاجات عننا من الحاجات دي. انت متضايقه ان هي اتسرقت؟ متضايقه ان هي اتسرقت، ومتضايقه ان احنا في مصر مش مهتمين ان احنا طبعا على الاقل الحاجات هنا بتتشاف. يعني بص حاجات تافهه وحاجات بسيطه. امال لو شافوا الهرم والحاجات اللي هناك، الاثار اللي هناك، لما دي
حاجات تافهه مش عارفه دايما ياكلوا بكسوره وكده على بكسور. ان اشوف مئات الناس جايه تشوف. تذكره للمعرض دوت، مع ان ما فيهوش حاجه تقريبا، يعني كلها حاجات عاديه حتى الان. تقريبا كام؟ $40 او حاجه زي كده، ف $41 $42. فحاجه و$40 مدفوعين عشان تشوف حاجات سيمبل قوي. لو رحت اصغر متحف في مصر هتشوف حاجات اكتر منها بكتير بربع القيمه دي مثلا ولا حاجه. توت عنخ امون، اغلب التماثيل مكسوره، يعني مثال توت عنخ امون ده ما فيهوش اصلا الدماغ خالص. ومع ذلك الناس واقفه تتفرج. امال احنا عندنا بقى معروضات اي كلام اصلا. هم مقسمين المعرض بتاع الفيرو الفرعون لجزئين. الجزء الاولاني كان ورانا، والجزء الثاني قدام. لسه لازم نروح نوري التيكت، يعني نوريهم التيكت ونخش اللي هو الجزء الثاني. بس حتى الان عادي جدا، الناس منبهره بحاجات اصلا ممكن تجيبها من الشارع عندنا في مصر. يعني لو شاف نفرتيتي وكليوباترا حاطين حاجات اي كلام عاديه جدا، واغلبها مكسور اصلا، والناس دافعه فلوس عشان تيجي تشوفها. إبداع والله. حتى في دار التمثال حاطين حاجات وكاتبين بالهيروغليفي. ده أحسن يعني أحلى وأكبر تمثال شفناه هنا من ساعة ما جينا، تمثال رمسيس الثاني. عظمة بجد. بص كل صباع قد ايه من رجله. الواحد صعبان عليه ان احنا عندنا الحاجات دي على اصولها وكم كبير، يعني عندنا تلت اثار العالم ومع ذلك مش مستفيد، محدش عارفها ولا حد بيجي البلد ولا الناس الاجانب جايه تتفرج على فتافيت هنا. أبو الهول هنا في أول تمثال كامل لأبو الهول أنا أشوفه. شفت بقى يا ستي كل ده مش اقل من 3 متر. في نقوش موجودة جوه التابوت. من تحت هنا في الأرض. الخشب فيه كمية تفاصيل مش طبيعية، حتى الإيد اللي طالعة من النحت اللي على الوش والرسومات. شوف الرسومات دي كلها. كل التماثيل دي متاخدة من متحف الكرنك. كل حاجة هنا مسروقة حضرتك بلا فخر. دي الصراحة حاجات تتشاف، يعني السكشن اللي احنا فيه ده في حاجات هنا فعلا حلوة. في مكان كده هناك بتاع اللي وراه ده معمول زي متحف الكرنك، اللي هو وادي الكباش تقريبا او طريق الكباش، اللي هو فيه تماثيل على ناحيتين وانت بتعدي ما بينهم. حلو قوي الصراحة. أنا
seat to the whole line. الموسيقى اللي مشغلينها حلوة قوي، تحسسك بالفخامة كده ان انت مصري. احنا خلاص تقريبا كده خلصنا، مستنيين بس في الصف عشان ناخد صورة مع تمثال قد كده بس ذهب، فالناس كلها واقفة عشان تصور التمثال ده. إله أمون رع. احنا خلصنا، بس الفكره ان هي وهي داخله معايا كانت مبسوطه بقى وهنتفرج بقى على حاجات مصريه وبتاع، واول ما خلصنا واحنا خارجين قالت لي بقى سيبني ما تتكلمش معايا. فانا مش عارف هي ليه متضايقه، فحضرتك ليه متضايقه؟ متضايقة طبعا عشان حاسة إن حاجة مصر خرجت بره مصر، فتافيت وحاجات مكسرة والناس ملمومة عليها قد كده عمالة تصور فيها وواقفين إيه بالطابور عشان يصوروا حاجات مكسرة وحاجات فتافيت كده. واحنا عندنا الاصل اصلا ومحدش بيشوف ولا بيتفرج عليه ولا في سياحه زينا ولا مش مهتمين اصلا ولا في دماغنا. طبعا الواحد حزين ان بلدي كده، حزين ان بلدي ما فيهاش ناس مهتمه كده، ناس بالطوابير عشان تصور تمثال ده قد كده وحاجات نصها مكسور اصلا وحاجات مكسره واقفين مبسوطين وبيكلموا عيالهم تعالوا شوفوا واتفرجوا. الحاجات فعلا عاديه جدا يعني، كل المعروضات عاديه، مفيش حاجه مبهره. كل حاجه عليها ايجيبشن يعني. فحزنت بجد، حاسه ان حد عزيز عليا مات كده، مش عارفه. متضايقه جدا ان بلدي ما فيهاش الاهتمام، محدش مهتم بيها، في حين اللي بره مهتمين بيها اكتر مننا. يعني واخدين فتافيت مسروقه من عندنا وعاملين عليها متحف، وبقى لهم فتره بيوضبوا فيه وبيعملوا فيه عشان يحطوا فيه شويه فتافيت. ايوه هم اذكياء، واحنا اللي عندنا الاصل اصلا خلاص يا يعني حاج، خلاص يا ماما، حتى السعوديه خلاص واخدين نماذج عملوا حاجات مصغره لحاجتنا، وشوف الناس اللي راحت لهم قد ايه. ليه احنا كده؟ ليه بلدنا كده؟ بس بقى ما تنكديش على الناس بقى. لكن الله يا مصر. بس انا هقفل الفيديو ده يعني. بس لو حد هنا في ميلبورن، الموضوع ده حلو قوي هنا، بس هتمشوا كتير جدا. احنا مشينا فوق ال3 ساعات، فلو هتيجوا تعالوا بدري لان المتحف هنا بيفتح 10 الصبح تقريبا وبيقفل الساعه 5. فلو هتيجوا تعالوا قبل كده يعني مثلا على الساعه 1 أو 2 عشان بعد الساعه 5 خلاص كده، فتلحقوا تشوفوا كل حاجه. بس ده كان فيديو النهارده من NGV ناشونال جاليري اوف فيكتوريا، اكبر متحف هنا موجود في ولايه فيكتوريا. عملوا حاجه صغيره قوي كده للمتحف المصري، فيها مئات الناس دخلوا يشوفوها النهارده، فزي ما هي قالت يعني لكن لا يا مصر. سلام. السلام عليكم.